حسام حسن أسطورة مصرية وعربية تلامس السماء العالمية. حسام حسن اسم كبير في عالم الساحرة المستديرة، مش بس على المستوى المحلي ولكن عربيا وأفريقيا وعالميا. رحلة حسام حسن وتوأمه إبراهيم بدأت منذ مولدهما في 10 أغسطس 1966 بمنطقة حلوان محافظة القاهرة، حتى تولى قيادة منتخب مصر الأول. البداية كانت بانضمام التوأم إلى فريق ناشئي النادي الأهلي عام 1979 تحت إشراف الدكتور عمرو أبو المجد، واحتاج فقط إلى 5 سنوات لتصعيدهما إلى الفريق الأول في نهاية موسم 1984-1985 تحت قيادة محمود السايس. وكانت أول مشاركة لحسام حسن أمام الترسانة في 14 مايو 85 ثم الزمالك 26 مايو. واستمرت مسيرة النجم حسام حسن برفقة توأمه مع الأهلي حتى نهاية كأس العالم 1990، وانتقل سويا إلى باوك اليوناني موسم 90-91 ومنه إلى نيوشاتل السويسري موسم 91-92. وتألق حسام حسن في كأس الاتحاد الأوروبي وحفر اسمه في سجلات البطولة بتسجيله سوبر هاتريك في شباك سلتيك الاسكتلندي، ثم عاد التوأم مجددا للأهلي لمدة 8 سنوات تخللها إعارة لحسام حسن للعين الإماراتي شتاء 2000. وحقق حسام حسن مع الأهلي 23 بطولة، وشارك حسام حسن في 300 مباراة سجل خلالها 142 هدف ليصبح ثاني هدافي الأهلي في تاريخه. ولعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16 هدف. وفي أغسطس 2000 تفاجأ الجميع بانتقال حسام حسن وتوأمه إبراهيم للزمالك في صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت 4 سنوات هي الأفضل تاريخيا في تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حقق مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك في تلك السنوات الأربعة. ولعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباراة سجل خلالها 54 هدف. ومن الزمالك انتقل إلى المصري البورسعيدي لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية من موسم 2007-2008. وفي نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية. وعلى الجانب الدولي انضم حسام حسن لمنتخب مصر الأول أواخر عام 1985 أمام النرويج، واستمر حتى عام 2006 حيث حقق مع المنتخب بطولة الأمم الأفريقية 3 مرات في 86 و98 و2006. كما شارك مع توأمه في كأس العالم 1990 وسجل هدف التأهل في شباك الجزائر، وشارك أيضا في كأس العالم للقارات 1999. واعتلى حسام حسن قمة أكثر لاعبي العالم من حيث المشاركة الدولية عام 2001، وتوقف عند 176 مباراة سجل خلالها 66 هدف، وهو الهداف التاريخي للمنتخب، وله 10 مباريات أخرى غير مسجلة دوليا سجل خلالها 6 أهداف. ثم بدأ حسام حسن مسيرته كمدرب حيث تولى تدريب عدة أندية، وهي المصري البورسعيدي والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي، مصر المقصة، منتخب الأردن والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة ومودرن فيوتشر، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر في الأخير. ورغم عدم تحقيق حسام حسن أي بطولة طوال مسيرته كمدرب، لكنه قدم أداء رائع مع الفرق اللي تولى تدريبها وطور من مستوياتها، حيث خاض 421 مباراة طوال مسيرته كمدرب مع مختلف الأندية، فاز في 176 مباراة وتعادل في 141، فيما خسر في 104 مباراة. وقاد العميد الفرق التي دربها خلال 23 مباراة بكأس مصر، فاز في 16 مباراة وخسر في 7 مباريات. كما خسر نهائيين سوبر مصري من الأهلي، الأول مع الزمالك بركلات الترجيح 5-4 والثاني مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.